وهكذا أيضا من محبطات الأعمال أن تحلف على الله أنه لا يغفر لفلان أو لا يدخله الجنة. روى مسلم في صحيحه من حديث جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. الحذر من أن تحلف على الله عز وجل وأن تتألى على الله أنه لا يدخل فلانا الجنة بسبب أنه مذنب أو بسبب أنه عاصي، أو لا يغفر الله له بسبب أنه مذنب أو بسبب أنه عاصي، فإن هذا والعياذ بالله سبيل إلى إحباط عملك. نسأل الله السلامة والعافية.